بقول لك ايه، صلي بينا على النبي. انا النهارده على فكره مش جاي اكلمك عن مطعم، جاي اكلمك عن قصه كفاح شاب حرفيا بدات من الصفر. انا عمر الغزالي صاحب اشهر عربيه برجر في مصر. من عربيه صغيره واقفه عندنا في محرم بيه بتعمل كبده وصدق وحلو وحادق، بتبيع اوردرين 3 في اليوم. الكلام ده قدامي قعد سنه ونص سنتين لحد ما شاء ربنا ان هو يكتب الرزق. وقت ما ربنا بيكتب رزق حد الموضوع انتهى. يعملوا ساندوتش برجر يبقى اسمه المزاج، ساندوتش بالبسطرمه كده، خلي العربيه دي باسمه تحفه، تبقى دي بدون ذره مبالغه اشهر عربيه برجر موجوده في مصر. الناس حرفيا بتجي لها من كل حته. انتوا كنتوا سبب كبير بعد ربنا في ده. دلوقتي المزاج براند كبير مش مجرد عربيه، ليهم خط انتاج مهتمين بالفود سيفتي، يصلحوا كل الغلطات اللي هم كانوا بيعملوها. ليهم فرع تاني موجود في سموحه لو انت مش عايز تعيش تجربه الشارع. تعالوا نخش ناكل نشوف ايه الكلام. يلا ايوه يا عمرو يا حلاق. الصراحه انا عايز اجرب الايس كريم قبل ما يسيح عشان ده اول حاجه هتسيح. حلو حلو قوي. خش في الجد. يا باشا انا ما بجيبش سندوتشات كتير، احنا بنجيب منه سندوتش الفراخ من ايام ما كان عربيه. ده المزاج يا باشا، ده البدايه، ده المزاج دبل برجر عليها جبنه عليها بسطرمه. مره كامل اكل في السندوتش ممكن مثلا تبقى حاجه 20 حاجه 40 حاجه 50. هم بيحطوا الخضار بره بس انا بامانه ما بحبش خضار على السندوتش. الرهاب الاجتماعي يتصل بك. ده السندوتش الجديد على فكره. السندوتش ده حته برجر المزاج هي بس مش بتتعمل على الجريل، بتتعمل على الفحم وبيتحط عليها بيف بيكون مش بسطرمه. ده عايز عليه وحدتين هالبينو يا باشا، شويه صوص من اللي هو السبايسي. عظيم السندوتش ده، بيف بيكون حلو قوي. بص سندوتش الفراخ يا باشا، ده باشا سندوتش الفراخ. سندوتش الفراخ ده كان بيتعمل زمان محدش يعرفه غير الناس اللي اول ناس كانت من المزاج خالص على فكره. كان بيتعمل عندنا في محرم بيه في العربيه، بعد كده لغاه عشان القلايه ما كانتش مساعداه، دلوقتي رجعوه تاني. زمان كان احلى. عشان تبقى دي قصه نجاح تتدرس لاي حد عايز يبدا مشروع. عادي جدا انك تفشل في الاول وتخسر كتير، بس اللي مش عادي ان انت ما تصبرش.